مشاهدينا في كل مكان، اهلا بكم من جديد الى غرفه الاخبار نستكملها بجديد اخبار الجزائر العميقه مع الزميل رياض القاسم. اهلا بك رياض. اليك. مساك سعيد زميلتي إلهام. مشاهدينا أينما كنتم أهلا وسهلا بكم لأولى نشراتنا المحلية. أمر والي ولاية خنشلة سليم حارزي على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى عاصمة الولاية، أمر برفع التحفظات عن عديد المشاريع التنموية المتوقفة، وأسدى تعليمات صارمة تقضي بتدارك التأخرات الحاصلة. التغطية لطارق مامن. خنجلة أين وقفنا على العديد من المشاريع التنموية، خاصة في قطاع التربية، قطاع الصحة، قطاع السكن، وكذلك قطاع البيئة، اللي شفنا وين كاين فيها مشاريع اللي راهي في مستوى متقدم، وبعض المشاريع اللي راهي تعرف بعض التأخر النقائص اللي كانت مسجلة. وبعد إعادة ضبط الامور يعني نعطي مثالين، مركز المعهد المتخصص للتكوين المهني بكل من طريق فرنقل ولا طريق بغاي، اللي راح يكونوا ان شاء الله واجدين وسيفتحون مع بدايه موسم التكوين المهني القادم دوره سبتمبر. احنا رانا متواجدين اليوم في حظيره التسليه، حاليا في حظيره التسليه بخنجله اللي كانت فيها أشغال وتوقفت فيها بعض التحفظات. الحمد لله المقاولات المكلفة التي كانت مكلفة بالإنجاز راهي التزمت بها تعاود ترفع معنا التحفظات، وسوف نعمل على فتح هذا المرفق الحيوي بداية مع شهر جوان المقبل.